تخيل تروح تشتري سبيكة دهب يقول لك استنى دورك. ايوه، ده اللي بيحصل دلوقتي في سوق الدهب في مصر. قوائم انتظار على الدهب، وحجز قبل الاستلام، وخلافات مولعة بين تجار ومشترين. القصة بدأت لما أسعار الذهب ولعت فجأة، والناس جريت تشتري سبائك كنوع ادخار مضمون، فالطلب زاد والمعروض قل، وبدأ بعض التجار يطبقوا نظام الحجز المسبق. تدفع جزء أو كل الفلوس، والسبيكة تستلمها بعد أيام أو أسابيع على سعر اليوم. بس اللي محدش كان حاسبه، السعر نزل، وهنا الأزمة زادت. ناس حجزت على سعر عالي ولسه ما استلمتش الذهب، فلما السعر تراجع قالت لأ، يا إما نعيد الحساب يا إما نرجع الفلوس. والتاجر متمسك بالعقد وبيقول السعر اتثبت وقت الحجز، والاتفاق شريعة المتعاقدين. في ناس استلمت سبايكها بالسعر القديم رغم ان السوق كان نازل وقت التسليم، وده خلى الغضب يكبر ويزيد. خبراء قالوا ان اللي بيحصل سببه اضطراب السوق عالميا، وتغير سلوك الناس اللي بقت شايفة الذهب احسن من اي ادخار تاني. شعبة الذهب بتقول مفيش ازمة انتاج، بس الطلب ضاغط، والحل انك تستلم فورا وما تدخلش نفسك في حجز وانتظار، لان الذهب ذهب سواء من الشركة دي او دي، كله مدموغ وكله بيتباع وبيشترى بنفس القيمة. الذهب مش بس سعره بيتقلب، قوانينه كمان محتاجة وعي، واللي داخل استثمار من غير حساب ممكن يكسب وممكن يخسر في ثواني.